عمرك شفت مكنه متقسمه نصين وكل نص احلى من التاني؟ يلا نشوف التحول اللي حصل هنا. ما انت ما شايف كده، انت قدامك طقم صاج مكنه حلاوه اليكانتو. طبعا الطقم جاي جديد زي ما انت ما شايف كده، بس طبعا طالما جه عندنا يبقى لازم هنعمل فيه بصمه ولمسه مختلفه. زي ما انت شايف كده الطقم جديد مفيش فيه اي لقطه مميزه، طقم جديد زي اي طقم، بس طالما جه عندنا هنميز الطقم. تعالوا بقى نشوف ايه اللي هيحصل في الطقم لما ياخد لمسه من ايدينا. طبعا هنا احنا اخترنا الالوان دي عشان خاطر العميل كان طالب مننا حاجه تكون مختلفه ومميزه. طبعا لو هنركز على الخامه زي ما انت ما شايف كده، الخامه فيها لمعه تنقل مكانتك في حته تانية خالص. بقى بدأنا نقسم الطقم اللونين، كل ناحية بلون مختلف. وطبعا السر مش في اللون بس، السر في الفينش اللي هيحصل بعد كده. طبعا هنا بقى احنا بنشتغل على أداء التفاصيل عشان خاطر الطقم يطلع معانا في أكمل وجه. طبعا انت لو حابب تعمل مكانتك تقدر تيجي تنورنا، وكمان لو عايز نجيب لك احنا طقم الصاج ونعمل لك فيه نفس الفينش ونبعته شحن لحد عندك تقدر تطلبه مننا. وكده احنا خلصنا اول جزء في التانك، هنبدأ بقى نقفل الجزء التاني. واهم حاجة التفاصيل، عشان التفاصيل الصغيرة دي اللي بتفرق يا جماعة وبتحافظ على جودة الشغل ويفضل معاك عمر اطول. وهنا بقى احنا شلنا الكلمة الاصلية بتاعت اليكانتو وعملنا كلمة بشكل جديد عشان ياكل مع الشغل اللي هنعمله. دي كده اول طبقه هنبدا نحطها التحديده بتاعت الكلمه، وكمان هنبدا نركب الكلمه من جوه. التفاصيل الصغيره دي فعلا هي اللي بتفرق في الطقم جدا. كده احنا ركبنا الكلمه وعدلنا كمان الشرايط، وهندخل فيها الليزر عشان هنطعم كام لقطه برضو في الشرايط بالليزر تكون الطقم كله ماشي مع بعضه زي ما انت ما شايف كده. العلامه بتاعت اليكانتو برضو هنديها طبقه شفاف ليزر عشان تكون ماشيه مع اللقطه الليزر اللي عملناها في الشرايط. هنا بقى لو هتلاحظ معايا هتلاحظ ان كل تفصيلة بتكمل التفصيلة التانية. وهنا كده ما تفتكرش ان احنا خلصنا، لسه في مفاجآت تانية هتشوفها في اخر الفيديو. وهنا احنا خلصنا اول مرحلة في التانك، لسه بقى اللمسة اللي هتخطف العين. تعالى بقى نشوف احنا هنعمل ايه في الجناب. هنا بقى محمد قال لي لا محدش هيعمل الجنب غيري، وبدأ يفرد نص الجنب زي ما انت شايف. طبعا هنا بقى جينا عند اختيار اللقطات اللي هتفرق معاك في شكل المكنة. اخترنا شوية بوارز كده اللي هنحطهم على التانك وعلى طقم الصاج، بس هيفرقوا معانا جدا. يلا نركب. هنا بقى هنبدأ نعمل البصمة اللي بتفرق جدا في شكل مكانتك. وهنا بقى كده احنا فاضل لنا اخر طيارة هنبدأ نركبها ونخش على الخطوة التانية. زي ما انت ما شايف قدامك كده الحاجات البسيطة خالص دي هي اللي بتفرق في شكل مكانتك. هنطلع بقى الشكل التاني اللي هيركب فوق الطيارة وهنبدأ نركبه كده سوا مع بعض زي ما انت شايف كده. وهنحط هنا اخر لقطة علشان يبقى جنب التانك ده نفس الجنب التاني بالظبط. لو هنلاحظ سوا مع بعض ان كل تفصيلة بتكمل التانية، كل لقطة بتكمل التانية. وهنا كده احنا عملنا اول لقطة. تعال نشوف بقى باقي التانك كده بعد ما خلص. تعالى كده قدم واتفرج على التفاصيل كده عشان نشوف النتيجة النهائية اللي وصلها التانك بعد ما خلص. وكده احنا خلصنا طقم الشرايط بالكام لقطة البساط اللي على التانك من فوق، بس لسه بقى في مفاجآت تانية هتشوفها دلوقتي في علبتين الجنب والديل والرفرف، وخصوصا علبتين الجنب حوار تاني. ده كده التانك كامل بعد ما خلص باللمسة بتاعتنا. طبعا احنا كسرنا اللون بكام لقطة بسيطة بالاسمر زي ما انت شايف كده، ودي النتيجة النهائية اللي بيوصل لها التانك. نيجي بقى على علب الجنب، وعايزك تركز معايا قوي فيها عشان هيركب فيها جرايات دلوقتي هتخليهم في حتة تانية خالص. معايا بقى كده انت عايز تميز مكانتك صح؟ طب بقول لك ايه، انا هفرجك على طقم صاج بس هيطلع حكايه. تعالى افرجك على عينه منه. الفرق بين علبة الجنب بعد ما اتعملت وعلبة الجنب وهي لسه مركبش فيها الجراية، طبعا الفرق واضح ورهيب زي ما انت شايف كده قدامك. بيغير معاك شكل المكنة 180 درجة. وما تنساش بقى هنا تعمل متابعة عشان تشوف كل التحولات الجاية. طبعا انت فاكر طقم الصاج كان عامل ازاي ودلوقتي بقى عامل ازاي. دلوقتي بقى القطعة كده تركب على المكنة عندك تنقل المكنة معاك 180 درجة. بما ان الطقم ده هيروح شحن فاحنا قفلنا كل حاجة عشان تبقى واقفة على التركيب بس معاك. انتظروا مننا اقوى تعديلات للمكن عينك هتشوفها.